الكون مليان أسرار، وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا أمال أحمد وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. لسه بنكتشف معاكم الأبراج المحيرة، وبنكمل السلسلة اللي بدأناها مع بعض لحد ما وصلنا لبرج النهاردة، وهو القوس جدي. ودول الناس اللي بتولدوا يوم 20 21 و22 ديسمبر. لو بتسمعنا لأول مرة، عايزة أعرفك على الأبراج المحيرة، وهي الناس اللي بتتولد بين برجين وبيبقى تاريخ ميلادها بين برجين، يعني لا هم بينتموا للبرج اللي قبل يوم ميلادهم ولا للبرج اللي بعده. فاهمني؟ عشان كده محتارين ومحيرين كل الناس معاهم بشكل كبير، ومش لاقيين نفسهم في برج معين، ودايما صفاتهم مختلفة، ومش حاسين إنهم تبع برج واحد. لما وصفنا الناس دي قلنا عنهم إنهم مختلفين جدا ومميزين، بيجمعوا بين الحاجة وعكسها. عشان كده تلاقيهم شخصية متفردة، وعندهم صفات قليل قوي لما تلاقيها موجودة عند حد غيرهم. تعالوا الأول نتكلم عن صفات البرجين دول ونحلل شخصيتهم مع بعض. جاهزين؟ يلا بينا. وصفنا الحلقة اللي فاتت أصحاب برج القوس، وقلنا إنهم كرمة جدا والجدعنة بتجري في دمهم، كمان دمهم شربات وبيحبوا ينشروا البهجة في كل مكان يروحوه. حكينا قد إيه الحب عندهم مقدس، وإزاي الحبيب بيحطوه في برج عالي وبيضحوا عشانه بكل حاجة وما بيستخسروش فيه حتى عينيهم. عرفنا كمان إن لسانهم سليط شوية وما بيفكروش في الكلام اللي بيقولوه، وتقريبا ما عندهمش سر يخفوه، وما بيعرفوش يخبوا اللي جواهم لوقت طويل، وبيبان عليهم حالتهم النفسية بشكل كبير. اللي في قلبهم على لسانهم، يعني هم لو حبوك هيبان على وشهم، ولو بعد الشر كرهوك هيبان برضو على وشهم. فخلي بالك دايما من لغة العيون، واقرأ تصرفاتهم معاك لأنها بتعبر عن اللي جواهم بشكل واضح جدا. نيجي بقى للبرج التاني اللي معانا النهاردة، وهو برج الجدي، وده أبو الرجولة، صاحب الروح الحلوة وخفة الدم والهمة والنشاط والجدعنة الحقيقية. ما يعرفش اليأس، وعنده تصميم من حديد، ومفيش حاجة تقدر تقف قصاده أو ترجعه عن اللي في دماغه. فخلي بالك، هو عنيد جدا. لما يحط هدف قدامه ما بينامش الليل ولا يهدى له بال غير لما يحققه ويوصل للي هو عايزه. ما يعرفش كلمة مستحيل، واليأس ما يعرفش طريق لقلبه. واثق من نفسه جدا، وقليل قوي لما إحساسه يخونه. تقدر تقول عنده الحاسة التامنة، مش الحاسة السادسة كمان زي غيره. الشغل عنده مفيهوش هزار، يعني لما تشتغل معاه هتلاقيه شخصية تانية خالص غير اللي تعرفها. شعلة نشاط عمرها ما تطفي، بيعمل شغله بدقة وتركيز عالي جدا وفي وقت قياسي، والسرعة بصراحة من أهم صفاته في الشغل. شعاره في الحياة لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، ما يحبش يقعد فاضي أبدا، ولو لقى عنده وقت فراغ يعمل حاجة مهما كانت بسيطة. إيجابي جدا، وبينشر الطاقة الإيجابية حواليه في كل مكان، ويا هناه وسعده اللي راضي عنه صاحب برج الجدي. وعشان هو مزيج بين برجين القوس والجدي، هيبقى دمه خفيف موت ومش هتزهق أبدا من القعدة معاه، وتحب تجلسه وتأنسه طول الوقت. عم الشباب، طاقة الحيوية والنشاط والجدعنة اللي مش هتلاقيها عند حد تاني مهما قابلت في حياتك. عشري جدا وبيحب الناس وعنده صحاب كتير، بيحب يعمل الخير ويساعد الغير، والمحتاج ما يترددش لحظة واحدة إنه يقف جنبه ويقف جنبك في محنتك وأزمتك، ومش هيسيبك غير لما يطمن عليك. بس خلي بالك، هو حساس جدا، واللي حواليه دايما بيوصفوه بالقسوة واللامبالاة، وده لأنه بيعرف يخبي ضعفه جواه
ومشاعره ما تعرفش أبدا هو بيفكر فيها ازاي. هل هو فعلا بيحبك وبيثق فيك ولا لأ؟ الثقة عنده اهتزت ومش عارف يرجعها فيك زي ما كانت. بيعتبر مشاعره نقطة ضعفه، ما بيحبش حد يمسكه من ايده اللي بتوجعه، ويوم ما يحس انك بتضغط عليه عشان هو بيحبك هيسيبك ومش هيبص وراه. الوصف الصحيح لشخصيته هو انه العصاية اللي من بره حديد ومن جوه حرير. في حتة الكرامة هتلاقيه صعيدي وراسه ناشفة، حتى لو عايش في أمريكا بلد الحريات زي ما بيقولوا. صبور جدا وبيعرف يتحكم في انفعالاته كويس قوي، بس لما يغضب اوعى وشك واحمي ظهرك وابعد عن وشه السعادي. العناصر اللي بتتحكم في صاحبنا ده هي النار والتراب. النار من برج القوس والتراب من برج الجدي، عشان كده هتلاقيه مزاجه بيتمرجح بين العصبية الشديدة والهدوء اللي ينقط. وصلنا للكواكب الحاكمة، وطبعا اللي بيحكم البرج المحير بتاع النهاردة هما كوكبين، كوكب المشتري وكوكب زحل. كوكب المشتري اللي بيحكم برج القوس، وكوكب زحل اللي بيحكم برج الجدي، وده اللي بيفسر انه ابن حظ وبيحب الضحك والهزار وما بيشيلش للدنيا هم. وده كمان السبب ورا انه نشيط جدا وبيحب يعرف كل حاجة بتدور حواليه، فضولي حبتين تلاتة، ولازم يفضل ورا اللي بيحصل لحد ما يجيب قراره. أما كوكب زحل فهو كوكب خطير وداهية مسيحة، وهو اللي بيخلي صاحبنا ده جد جدا وصارم قوي وكلمته واحدة وما بيحبش الهزار في الشغل ولا اللوع ولا الكلمة ممعنيين. كمان كوكب زحل بيدينه العملية وتحمل المسؤولية والتركيز الكبير والقدرة الهائلة على تحقيق الأهداف بقوة وتركيز، محدش بيعرف يعمل كده غيره. تعال أقولك بقى على الأسرار اللي تخليك تعرف تتعامل معاه وتحتفظ بيه مدى الحياة. خليك ملتزم وواضح ومحدد، واحفظ كلمتك معاه واوعى تديله وعد من غير ما تكون هتحققه، لأنه ما بيحبش اللي يقوله كلمة وما يحققهاش. كمان نبعد عن العشوائية والفوضى لأنه بيكرههم جدا. كمان هقولك على نصيحة حطها في دماغك، لو عاوز تحتفظ بيه بلاش تخش معاه في شراكة أو تشتغل معاه، لأنه هيخليك تكره نفسك بمعنى الكلمة. بس في النهاية لازم نقول عليه إنه شخصية جميلة مميزة، بيجمع بين صفات تخليه يتربى على عرش الجمال والحب والمصداقية. حقيقي كنز كبير، اوعى تخسره أو تضيعه من إيديك. كده احنا خلصنا كلامنا عن البرج المحير بتاع النهاردة، والمرة الجاية هنتكلم عن برج تاني بيحير الناس معاه ونحلل شخصيته. استنونا في الحلقة الجاية، هتوحشوني.